كان في مباراة للمنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري، وانطلبت من الاتحادية الجزائرية، طلبوا من الجامعة المغربية المباراة دي على أرض الجزائر. وطبعا كان شرط الاتحادية الجزائرية إن المباراة لم تذاع. وهقول لحضراتكم النهاردة حقيقة المباراة دي، عشان ناس كتير جدا عايزة تعرف هل هي كانت ودية أم للمنتخب المغربي والجزائري تحت 19 سنة أم 17 سنة. بس الحقيقة اللي أنا عايز أقوله يا جماعة النهاردة إن المنتخب الجزائري كالعادة خسر أمام المنتخب المغربي، ولكن اللي خلاني أطلع أتكلم في حلقة النهاردة إن الجماهير الجزائرية أثناء المباراة طبعا قاموا بأعمال شغب واقتحموا الملاعب على لاعبي المغرب، والحمد لله رب العالمين طبعا لم يتم إيذاء أي لاعب من لاعبي المنتخب المغربي، ووصلوا طبعا للأراضي المغربية ووصلوا لفنادقهم بالسلامة. طبعا يا جماعة يعني حاجة تحزن، حاجة تخلي الواحد يقرف من اللي بيحصل. يعني ايه انتم كاتحادية جزائرية بتطلبوا من المغرب لعب مباراة ودية، والحقيقة ان المباراة كانت ودية؟ يعني ايه تطلبوا منهم ان انتوا تلعبوا مباراة والمباراة دي ما تبقاش متذاعة ويتم الاعتداء على لاعبي المنتخب المغربي؟ فجر ما بعده فجر، عهر ما بعده عهر. يعني الحقيقة الواحد طبعا يعني تعبان نفسيا من اللي بيحصل، والحاجة الوحيدة اللي مفرحة الواحد ان المنتخب المغربي في كل الفئات العمرية حتى لو مباريات ودية بيكتسح المنتخب الجزائري. يعني الحمد لله رب العالمين المغرب بقى كابوس الجزائر. المغرب طول عمره بيكتسح وبيفرم المنتخب الجزائري. طبعا يعني كل مباراة المنتخب المغربي بيبدع فيها وبيكتسح طبعا وبيلعب مع الرأفة مع المنتخب الجزائري. بالله عليكم نعمل لايك، نشترك في القناة، نفعل الجرس على كل بابا المجال. كل مطبخ رياضي المغربي معانا في دقايق معدودة، ويا ريت نصلي على النبي. طبعا اي حد بيحاول ان هو يقلل من المنتخب المغربي عاوز اقول له كلمتين. المنتخب المغربي بسم الله ما شاء الله طبعا فاز على ايسلندا، فاز على البرتغال، فاز على السعودية بنتيجة 9-0، فاز على هولندا، طبعا فاز على كل منتخبات العالم. على البرتغال ما خلاش اي منتخب الا ما فاز عليه. احصائيات بسم الله ما شاء الله، احصائيات المنتخب المغربي لكل الفئات العمرية يعني ربنا يحرسهم. ولكن يا جماعة الفضيحة بقى، اسمع معايا الفضيحة، اسمع معايا الكارثة اللي عاوز اتكلم عليها النهاردة. الفضيحة النهاردة رغم ان المنتخب المغربي فاز على المنتخب الجزائري، الاعلام الجزائري طالع النهاردة بيتكلم على فوز المنتخب المغربي على فرنسا، وطالع بيجيب الاخطاء في المباراة. يعني النهاردة انتوا مش عاوزين، رغم ان انتوا طلبتوا منهم تلعبوا مباراة على ارضكم، مش طالعين تسلطوا الضوء على اللي عملوا جماهيركم الجزائريين مع لعيبة المغرب، مش طالعين تسلطوا الضوء ولا اي عقوبات حتى على الجماهير اللي النهاردة اقتحمت اللعيبة الجزائرية. طالعين سايبين كل ده وطالعين تتكلموا على مباراة المغرب وفرنسا اللي اتلعبت من بقالها حوالي دلوقتي شهر اقل حاجة، مباراة قديمة طالعين تتكلموا عليها وتقولوا ان المغرب او فرنسا كانت مفوتة المباراة للمغرب، وطالعين تقولوا المنتخب المغربي ضعيف والمنتخب المغربي كسب فرنسا بالعافية. يعني انا معرفش يا جماعة،
يعني انا ما اعرفش العار اللي بيقدمه اللي بيقدمه الاعلام الجزائري للجزائريين دي. انا ما اعرفش ايه العار اللي بيعمله ده. طب حتى يا جدع اطلعوا اعتذروا للاعيبه المغرب اللي حصل معاها الحاجات الواقعه دي. ولكن انتوا طالعين بتتكلموا على مباراة المغرب وفرنسا، والمغرب مش كتير عليه ان هو يفوز على المنتخب الفرنسي. انت النهارده حضرتك لما تسمع ان المنتخب المغربي فاز على فرنسا عادي جدا. مفيش يا جماعة فرق ما بين المغرب وفرنسا. المنتخب المغربي رابع على العالم، عنده اقوى سكواد، عنده اقوى لعيبه بسم الله ما شاء الله، ناس شغالين، ناس بتتعب، ناس بتجتهد. مفيش منتخب قوي، اسمع اللي بقوله وحط تحت كلمه قوي دي مليون خط. مفيش منتخب قوي في العالم الا ما المغرب كسر شوكته وعلم عليه. مفيش منتخب كبير الا لما تلاقي المغرب سبحان الله مشلفط وشه. مفيش منتخب كبير في العالم لما تلاقي المغرب طبعا، يعني لما تلاقي الناس ديت ليهم ذكريات مؤلمة مع المنتخب المغربي. عادي جدا. فرنسا والمغرب واحد. فرنسا والمغرب ما يختلفوش عن بعض حاجة. دلوقتي في وقتنا هذا، اللي احنا فيه ده ما يفرقوش عن بعض حاجة. ويطلع الاعلام الجزائري يقول لك ايه كمان؟ ده قال لك مصايب. ده طالعين بيقولوا ان احنا هنفوز على الجزائر، لو لعبنا الجزائر في افريقيا او في القرن الافريقي هنكسبه. طب بناء على ايه؟ هو انتوا مش شايفين ان انتوا منتخب قوي، ومش شايفين قوة المنتخب المغربي بسم الله ما شاء الله؟ طب عمرك سمعت عزيزي المتابع، لا انا مش هقول لك المنتخب الكبير، لا، عمرك سمعت عن ناشئين الجزائر بتفوز على ناشئين المغرب؟ عمرك في حياتك سمعت جملة زي دي؟ يا جماعة ده انا بقسم بالله اسوأ، ركز معايا في اللي انا بقوله، اسوأ ناشئين في العالم هم ناشئين الجزائر. اقوى ناشئين في العالم هم ناشئين المغرب. يعني شوف الفرق. هو انت ليه كجزائر ناشئينك مش قد كده؟ ناشئينك يعني معلش مش موجودين اصلا، وناشئينك ضعاف جدا. انت ما بتصرفش يا باشا، انت ما بتصرفش. روح شوف خسائر الاتحادية الجزائرية، روح شوف المصايب والبلاوي اللي عندك، روح شوف الاتحادية الجزائرية اللي كل يوم في المحاكم المدنية وديون شكل ومش عارف ايه. هتشتري لعيبة ازاي؟ هتجنس لعيبة ازاي؟ هتبني منتخب للمستقبل ازاي يا غبي؟ انت ركز في اللي انا بقوله. المغرب في حتة تانية، ما تجيبش سيرتها بعد كده. هتطلع تتكلم تحترم المغرب، تحترم المملكة المغربية، لحسن بقسم بالله هطلع هشلفط وشك على الهوا. فبالله عليكم نعمل لايك، نشترك في القناة، نفعل الجرس على الكل. بابا المجال كل مطبخ الرياضي المغربي معانا في دقائق معدودة، وشكرا لحضراتكم.